احنا قلنا قبل كده ان احنا جيش وطني شريف صلب، وصلابته جاية من شرفه. لا نعرف التآمر ولا نعرف الخداع، وما كانش ممكن ابدا نشوف المصريين كلهم او معظمهم مفزوع وخايف وحاسس ان هو بقى اسير محدش يقدر يفك اسره. انا كنت قلت مرة قبل كده ان احنا نروح نموت احسن. انا اقسمت بالله ان احنا ملناش طمع، وهتشوفوا ملناش طمع في اي حاجة غير ان احنا نشوف بلدنا مصر قد الدنيا، قد الدنيا، مش حاجة تانية. ملناش طمع في حاجة. احنا لا بنغدر ولا بنخون ولا بنتآمر. احنا بما يرضي الله. اتكلمنا مع الرئيس السابق من اول ما قلت في نوفمبر، وانتبهوا لكلامي كويس، لما كنا في نادي ضباط الشرطة وقلنا دعوة للحوار. مش احنا اللي نقودها، لكن كنا خايفين ان الخلاف بين الكبار يفضل ينزل لغاية لما يصل الى الشعب المصري كله، ويبقى في انقسام عميق جدا بين المصريين. فقلنا اقعدوا وتفاهموا مع بعض. ولم اتقاعس ولم اتردد في ان انا اعطي النصيحة المخلصة الامينة للرئيس خلال السنة دي بالكامل، او من اول ما توليت الوظيفة. مفيش حد ابدا فكرة الدولة عنده ان يتم حصار محكمة دستورية تعتبر يعني منصة دستورية قانونية عليا في الدولة. محدش يقوم يحاصر مدينة الانتاج الاعلامي، لا. ده في جيش وطني عظيم هنا. وافتكروا كلمتي لما قلت الجيش المصري جيش وطني، جيش وطني، جيش لمصر وللمصريين، مش لحد تاني. حرية الناس، حرية اختيار الناس لحكامها امر محدش يقدر يزايد بيه في الدين ويقول يا شريعة يا حاجة تانية. لا، دي تجربة حكم. ان نجحت فيها فانت نجحت، وان فشلت فيها انت فشلت. لكن اوعى تقول ان ده دين والناس دي بتحارب الدين. كده خلط للأوراق، كده خلط للأوراق. الدين كله رفق، كله فكر، كله علم. وأكد